ميت أهلا ومرحبا فيكم ببرنامج المسامح كريم. القصة اللي معنا الآن تندرج يمكن تحت عنوان لم الشمل، راح يكون فيها عاطفة كتير. بدنا نستقبل صاحبة المبادرة ابتسام حميني. أهلا ابتسام. أهلا بعيوني، تفضلي. شو أخبارك ابتسام؟ الحمد لله أستاذ. أنت جيتي من المغرب من وين؟ من أي مدينة؟ من مدينة كازابلانكا. من كازابلانكا. الدار البيضاء. ما شاء الله، كازابلانكا نص المغرب تقريبا. اهلا وسهلا فيك. اهلا بك استاذ. ابتسام عندها يعني حكايه عائليه حلوه جميله. جاي تسترجع اخوها فيصل، له تقريبا 12 او 13 سنه ترك المغرب، سافر راح على تركيا، من تركيا راح على سوريا، عاش بسوريا فتره، اشتغل، تزوج بنت سوريه، انجب منها، ثم رجع سافر واجا على مصر. هلا هو وزوجته واولاده، هلا بنشوف شو عنده اولاد، انا ما بعرف كم ولد عنده، بس هو وعائلته عايشين بمصر. هو متعلق بعائلته، هو ذهب من المغرب طلبا للعمل مثل كل هالشباب يعني بالعالم العربي، مشتاق لعائلته، معلق بعائلته، معلق باخواله. مات اول خال، الاهل ما خبروه، رجع مات خاله الثاني، الاهل ما خبروه. اكتشف بعدين، بالنسبه له كانت مأساة انه ماتوا وهو بعيد عنهم، بعيد عن البلد. زعل من عائلته، من اهله، من امه، ابوه، اخواته، ليش ما خبروه؟ وصار في قطيعه، قطعهم ومش حابب بقى يحكي معهم. اليوم بعد تقريبا 12 سنه جاي ابتسام اخته انه تقول له نحن ما خبرناك لانه خايفين عليك، لانه بنعرف قديش بتحبه لخالك الاول وخالك الثاني. وانا جاي اليوم بنيابه عن الاسره كلها انه ترجع لاحضان العائله ونرجع سوا حبايب واهل. مش هيك يا ابتسام؟ تمام استاذ. تمام. هيك. في شيء بدك تحبي تضيفيه؟ بدي بس اضيف انه يعني كان في قطيعه بسبب الحرب اللي كانت بسوريا. نعم. الوقت اللي كانت الحرب يعني كانت انقطعت الاتصالات، يعني نعم. كنا بظروف صعبه جدا، ما كناش لا انا بدي عارفين. يعني مش قطيعه فعليه، لانه انتم كنتوا تتواصلوا سوا. قبل الحرب. نعم. لا قبل الحرب سوريا كنا نتواصل. نعم. بعد الحرب يعني صارت قطيعه، يعني ما كناش عارفين حتى واش هو مازال على قيد الحياه او توفى. صحيح. حتى عرفنا من بعد عن طريق جاره ديالنا جات لمصر في السياحه. نعم. وتلاقت به عن طريق الصدفه. نعم. وهي اللي عطاتنا الرقم ديالو، عاد رجعنا عرفنا تلاقت فيه بمصر. نعم. عاد عرفنا انه الاخ ديالنا مازال على قيد الحياه. نعم. كان مشغول بالكم عليه. كان مشغول بالنا عليه انه فيصل ما يكون بقى على قيد الحياه بسبب ظروف سوريا. تماما. وين كان عايش بسوريا هو؟ كان عايش بدمشق. بدمشق. اي طيب، هلا انتم عرفتوا انه موجود في مصر، حضرتك اخذتي المبادره، اتصلتي في البرنامج لانه عم بتشوفي برنامج مسامح كريم، وحبيتي تجي من خلال هالبرنامج تحكي له الحقيقه، تتواصلي معه، وممكن تقولي له يرجع على المغرب؟ اكيد. احنا املنا وكنتمناو انه يرجع معنا للمغرب ويجمع شمل العائله كامله. نعم. لان الام ديالي اللي ما كتمنى غير تشوفه، كتقول لك انا بغيت نشوف. شو عندك اخوان غيره؟ عندي اخ اصغر مني. اصغر منك؟ هو ابنها البكر. فيصل هو البكر. هو البكر، هو نعم. الاول. وابوكي؟ ابويا عايش على قيد حياته كمان. معكم في البيت يعني؟ أيوة يعني ابوكي وامك بدهم يشوفوه؟ اكيد كل العائله، كل العائله. ان شاء الله تكون مفاجاه ساره لما يشوفك. ان شاء الله. مش متوقع هو هالشيء، اكيد مش عارف ولا عارف مين داعي، بتخيل انه مفاجاه حلوه كثير رح تكون. ان شاء الله. ان شاء الله. انا وجهت الدعوه الى فيصل انه قبل الدعوه. نعم قبل الدعوه ان شاء الله. طلعي خلينا نشوف اذا كان قبل الدعوه. اهلا استاذ جورج، احنا دلوقتي في طريقنا للهرم عشان نسلم دعوه الحضور لاستاذ فيصل حميني.
أستاذ فيصل. قول له أسماء سعيد من برنامج أستاذ جورج كرداحي. ايوه طيب خليك معايا شويه معلش. تمام. أستاذ فيصل حضرتك عندك 35 سنة مظبوط؟ ان شاء الله. طيب أنا أسماء سعيد من برنامج أستاذ جورج كرداحي، جاي أوصل لحضرتك دعوة لحضور البرنامج معانا. بس انا ما بعتش حاجه ولا استدعيت ولا اي حاجه. حضرتك احنا في البرنامج بنختار بعض الشخصيات عشان يكونوا موجودين معانا في البرنامج، وحضرتك من ضمن الشخصيات دي. ماشي تمام. تمام؟ ان شاء الله ماشي. حضرتك قبلت الدعوة وجاي؟ طبعا. اتفضل. فيك ساعه لما نروح عند الاستاذ جورج. ميرسي ربنا يخليك. استاذ جورج، استاذ فيصل قبل الدعوة وجاي ان شاء الله. مع السلامة. مع السلامه. خش. قصتنا عنوانها لم الشمل. اخت ابتسام اجت من المغرب من الدار البيضاء، الى 12 سنه ما شافت خيها. خيها موجود كان بتركيا بعدين بسوريا واليوم في مصر. له 12 سنه ما رجع على المغرب، تزوج صار عنده اولاد ما بيعرفوا اولاده، امه وابوه مشتاقين له جدا. فيصل قبل الدعوه. فيصل موجود بالخارج ناطرنا بهالغرفه المعزوله، بدنا ننادي عليه ونقول لهم يتفضل فيصل. اهلا فيصل، كيفك حبيبي؟ انت شو اخبارك؟ الله يشرفنا عليك. تفضل 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 تفضل. طمني عنك. الحمد لله. امورك تمام. واسرتك؟ تمام الحمد لله. شو شفنا ولد صغير استقبل ساعية البريد، هذا ابنك؟ ابني. ليش عمره؟ عمره 6 سنين. 6 سنين اسم الله. شو عندك ولاد؟ عندي محمد اللي فتح الباب ده. نعم. وبنت اسمها شام. شام. على بلاد الشام. محمد وشام. بعرف انت كنت عايش بالشام. ولك زمان وزوجتك شامية. ايوه. زوجتك من سوريا. مظبوط. شو بدك تطلع فيه كأنه مستغرب؟ طبعا مستغرب. بدي استغرب يعني. عرفت المعلومات دي منين يعني؟ يا ابو محمد اهلا وسهلا فيك. الله يخليك. شرفتنا بهالاستوديو. شكرا استاذ جورج. وانت شو عم تشتغل؟ انا شيف كبابي. شيف كباب؟ كباب وكفته. مظبوط. شيش طاووق. شيش طاووق وكذا. بلشتها بالشام كبوله والله برافو عليك. الله يخليك. منيح منيح منيح. الحمد لله. يمكن كنت بعدك لهلا بتحكيني وهيك حاطط علامه استفهام براسك انه مين ليش أنا ليه يعني عم بيسالني شو بده مني؟ استغربت لدعوه حضرتك. انا لبيت الدعوه فعلا عشان اشوف حضرتك واتعرف. تسلم يا حبيبي. تسلم. انا قرب يعني بشوفك بس في التلفزيون. تسلم. بس بدي اسالك سؤال بس. فضل. اشتقت للمغرب؟ وحشتك المغرب؟ بزاف ها؟ كثير يعني بمصر بيقولوا قوي. قوي. فيصل في مفاجأة إن شاء الله تلاقيها كثير حلوة، ما بعرف. أنا عامل لك مفاجأة. تفضل استاذ. أنا طلب مني أن أدعوك دعوتك إلى هذا البرنامج اللي اسمه المسامح كريم. ايوه انا اول مرة اسمع اسمه. ما شفته قبل؟ ما شفته. طيب يعني مش من متابعي التلفزيون يعني. اي نعم. بدي اياك تطلع بهالشاشة تتمعن مزبوط وتشوف مين اللي دعاك. اختي ابتسام دي. تعرفها؟ يعني اختي ابتسام. اختك؟ طيب اقعد، ليش وقفت؟ روح اقعد شوي بدنا نحكي. اكيد ابتسام ولا خطيبتك هذه السابقه من المغرب جاي ترجعك؟ دي اختي انا عارفها، اختي بعرفها. اختك بتعرفها؟ اقعد طيب. هيدي اختك ابتسام فيك تبتسمي له. هي هنا معنا؟ لا هي موجوده بالخارج. فين بالخارج؟ بدك تشوفها؟ طبعا. لا اقعد هلا، بدها تبعت لك رساله، بدنا نقرا لك الرساله بالاول وبعدين من ناديلها خلت تشوفها. بتقول لك اخي الحبيب والغالي فيصل، اشتقت اليك جدا
12 عاما مرت وأنت لست معنا، كان شوقنا لك فيها يزيد كل يوم. تزوجت يا فيصل وأصبحت أبا، ولم نرى زوجتك وأولادك، ولا أعرف هل تحكي لهم عنا أم لا. أمك يقتلها شوقها إليك، وأنا وأخي وأبي نفتقد وجودك معنا، فأنت ستظل دائما فردا في الأسرة مهما فرقتنا المسافات. فيصل، خوفنا عليك منعنا من إخبارك أن أخوالك رحلوا، وخوفنا عليك يجعلنا نفهم صعوبة عودتك للديار الآن، لكننا نتمنى أن تتبدل الأحوال وأن تستعيد وجودك بيننا. كل ما فات يمكن مداواته يا فيصل، ونحن سامحناك على كل ما حدث، ونريد أن نلم شملنا مرة أخرى، ونريدك أن تسامحنا إن كنا سببا في غربتك في البداية، وأن تسامحنا إن كان خوفنا عليك منعنا من تحميلك أعباء على أعباء غربتك. أخي الحبيب المسامح كريم. أنت زعلان منهم فيصل؟ زعلان منهم أنت؟ والله يعني أنا احكي لي زعلت بصراحة. زعلت لأنه كأنه همشوني يعني همشوك؟ مش همشوني يعني بتحصل أي حاجة حسيت أنت أنه همشوك؟ يعني ابتسام أنا تكلمت معها، قالت لي أنه قبل أحداث سوريا، يعني قبل 4 سنوات تقريبا، كان في اتصال دائم بينك وبينه. بعدين انقطع الاتصال. قطع الاتصال، ما اعرفش 4 سنوات مش عارفين وينك، و4 سنوات مشغول بالهم امك وابوك عليك، مش عارفين اذا كنت حي ولا ميت او ميت. طيب انت بهال4 سنوات ليش ما اتصلت فيهم؟ انا مع ضاع مني وانا طالع من سوريا في المطار بقى اخذوا منا كل الكروت ايه بس مش حافظ رقم مش تليفون بيك؟ تليفون 12 رقم، حافظ ايه ولا ايه؟ مش حافظ. مش حافظه، كان معايا خلاص ما دام تسيف عندي في الموبايل خلاص مش ضروري اني احفظه. حاولت انك تتصل فيهم تطمنهم عن حالك؟ حاولت. كيف؟ بقى بشتى الطرق يعني، حتى مره بالصدفه يعني كده انه التقيت بواحده جارتنا فبديها الرقم انه معلش وكذا ده رقمي، انا مش حافظ رقم اهلي وبتاع، فخد الرقم ده ووديه لاهلي لامي ابويا كذا لغايه يتصلوا فيه. يعني اعرف حتى انه في حاجه عندهم، حد مات حد عايش. إيه انا بقيت اتوقع الحاجات دي يعني انه كل خبر بيقولوا يقولوا الا هم في حد مات او في مصيبه يعني. نعم. فالرقم راح والست راحت وما عطتهمش رقم، فما اعرفش هي ادتهم ما ادتهمش. الله العليم. طيب هلا انت لما شفت ابتسام شو كان شعورك؟ قلبي انحرق. انحرق؟ ابتسام احكي له لشوف. يا احنا ما بغيناش نقولوا لك داكشي اللي وقع لخوالنا، حيت كنا خايفين عليك. علي صوتك ابتسام. كنا خايفين عليك، الغربه اصلا ما بغيناش نزيدوا عليك شويه الهم، مزهمبون بوحدك من بلاد لبلاد ومفروق على عائلتك شحال من عام. ما بغيناش نزيدوا نكملوا عليك بهذه الاخبار، خصوصا وان علاقتك بالخالي حبيبي سعيد الله يرحمه، بالحق الله يرحمه، كانت علاقه غريبه. وانا كنوب على اسم العائله كامله باش نطلبوا منك تسامحنا. احنا راه ماشي همشناك ولا اعتبرناك فرد ماشي من العائله، انت راك دمنا واحد كيسري في عروقنا وفي عروقك واسمنا واحد. ولكن خوفنا عليك هو اللي خلانا حنايا ما نواجهوكش، ما نقولوش لك شنو واقع لنا باش ما نزيدوش عليك هم اخر. هذا هو السبب اللي كان. ليش قلت لها ذبحتوني؟ كيف ذبحوك؟ بايش؟ طب انت تركت المغرب ورحت لانك طموح رايح تشتغل، كنت بدك تروح على اوروبا زي كل يعني زي انا قلت زي الشباب يعني بالمغرب وغير المغرب يعني عايز يطلع، عايز يغير وضعه الحياة. نعم عايز يعيش افضل. مع انه من حسن لاحسن يعني. الحمد لله وضعنا منيح يعني الحمد لله. بس عايز ابقى زي الناس. نشوف الناس بتروح على اوروبا بترجع معها عربيه، ترجع معها فلوس، تشتري ابارتمون. طموح قادك الى الخير، بس الاهل مش مذنبين بهالقصه. مش مذنبين، لا انا ما بحملهمش مش يعني غلطه. بس قلت انتم ذبحتوني ليه؟
ذبحتوني لانكم طنشتوني 4-5 سنين ما اسمعش حاجه عنكم. طنشتوه يا ابتسام، طنشتوه يعني تجاهلتوه. عم بيقول بس هم بحثوا عنك، هم مقطوعه اخبارهم عنك من 4 سنوات. هيك قالت لي، مش هيك يا ابتسام؟ هيك يا استاذ. طيب هلا اني مش حنضيع وقت، لانه بالاول كنت انت مستعجل بدك تروح تشوفها لابتسام. ابتسام موجوده معنا بالاستوديو، فيها الستار بينك وبينها، بتقلها المسامح كريم وعفى الله عما مضى. نفتح وبتشوفها. خليك قاعد، بدك تفتح بالاول. اقعد 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 اقعد، بدك تقول بالاول المسامح كريم حتى يفتحوا لك. المسامح كريم. هات تعال. كنت متوقع المفاجأة؟ تعالوا 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 تعالوا. انت ليه؟ لما تركتها قديش كان عمرها؟ كيف عرفتها؟ كده لا، ملامحها ما تغيرتش. ما تغيرش؟ انا كنت بدي اعمل فيك مقلب، اقول هيدي خطيبتك السابقه بالمغرب وبدك انت عايز تلبسني مع المدام. لبسك شيء مع لبسك مع المدام. ليه؟ لما دخلت على الاستوديو شو توقعت؟ شو توقعت انا تشوف؟ توقعت برنامج مسابقات او حاجه كده. في فلوس. جاي ياخذ فلوس. شو بس كده احسن. طيب هلا شو؟ احسن الفلوس. احسن من الفلوس كثير. ليك انا بدي اعرف، بدي اقول لك شغله. هلا نحن عملنا لك مفاجاه لك، بدنا نعمل لها مفاجاه لابتسام كمان. انت مش جايب محمد معك؟ وزوجته هون كمان؟ طيب خليه يتفضلوا على الاستوديو، لكن فرد مره. هيدي شو رايك؟ مفاجأة حلوة. لا هون بدنا نجيبهم، انت بتروحي بعدين. هلا هو بيهتم فيكي، بده يعمل لي كباب ليك يا هالشاب. ها؟ مرحبا. احلى. شوف يلا خذهم كله معك على البيت. امشي. وحفلة كباب الليلة. يلا. شكرا. الله معك. شكرا. مع السلامة. باي ابتسام. مع السلامة. شكرا لكم، شكرا لابتسام ولفيصل ولكل الأسرة، وإلى اللقاء مع المسامح كريم.